اسمها تتراسايكلين وفي حاجه اسمها مينوسايكلين. تمام، دي مضادات الالتهاب، وفي دوكسيسايكلين. دي 3 انواع من المضادات الحيويه اللي ممكن تستخدم عشان تقلل البكتيريا وتقلل الالتهاب. المشكله بقى فيهم ان هم ليهم اعراض جانبيه خطيره جدا. يعني الكلاس دي من الادويه، ودي اكتر كلاس بتجيب نتيجه، دي ليها اعراض جانبيه خطيره جدا. اول حاجه ان هي بتزود الحساسيه للشمس. طيب تاني حاجه بتاثر على العظم وبتاثر على السنان، بتعمل تصبغات في السنان، والتصبغات ما بتروحش، فبالتالي ما ينفعش تروح تستخدم للحوامل ولا للاطفال ولا للرضع ولا للحمل ولا للرضاعه. تمام. ممكن برضو بتعمل حاجه اسمها انكريزد الانتراكرينيال بريشر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بتزود ضغط الدم في المخ، فده ممكن يعمل انفجار اصلا في الاوعيه الدمويه في المخ. فلو حد حس بياخد الادويه دي وحس بصداع وتعب شديد ودوخه ومشاكل في الرؤيه، لازم يبطل الادويه دي بشكل وقت يعني.